الحاج مصطفى بطيم رجل اللي عطى واللي باقي كيعطي واللي باقي كيضحي في سبيل الفن وسبيل اي حاجه تكون مزيانه للحي محمدي. مصطفى بوفطيم فهو الرجل العصامي الذي عرفته في بداية حياتي بحرف لا تتعلق بالعمل الجماوي، لكن شاءت الأقدار أن يكون هذا العصامي هو الخدوم لأبناء كل جمعيات دار الشباب بالحي المحمدي. لن أنسى يوم ألحقني بجمعية الهلال الذهبي، الجمعية التي تأسست بدار الشباب سنة 1958. هذا الرجل الذي كان محط كل أفراد الجمعيات في مساعدتهم، هذا الرجل الذي كان هو رمز دار الشباب الحي المحمدي في زمن مضى، هذا الرجل الذي قدم خدمات كثيرة لنا، وأجمل ما فيه هي ديك التقرويدة ديالو، ديك التقرويدة اللي كنعشقها فيه. تحياتي الأخ مصطفى وشكرا وهنيئا لك بهذا التكريم الذي تستحقه كإنسان خدوم، وما زلت رغم تقاعدك تخدمنا إلى الآن، فشكرا لك أخي مصطفى، وشكرا لمن قام بهذا الوفاء تعبيرا على حبهم لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكرا لجمعية إبداع للموروث الثقافي والفني في شخص السيد محمد زاهر، شكرا لجمعية السلام في شخص الأستاذ والفنان عبد المجيد الحديدي، شكرا لجماعة الحي المحمدي التي أعتبرها حاليا شريك فعلي في كل التظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الجمعيات بالحي المحمدي. شكرا لكم على هذا التكريم لفعاليات ورجالات الحي المحمدي الأحرار. إذا كنت سأقول كلمة في حق الأستاذ الحاج مصطفى بوفطيم، أعتقد سأكون مقصر شيئا ما، ومن خلال هذا المنبر أقول أنني لن أنسى جميل هذا الرجل، خصوصا في مجال المهني، حيث ساعدني في المجال المهني، وبالتالي فأنا أكن له كل الحب، كل التقدير، وكل الاحترام. رجل محترم، رجل ممكن أعتبره أنا ليس فقط صديق أو أخ، بل أعتبره الأب الروحي لي شخصيا، وأقول له شكرا من هذا المنبر. الأعمال الاجتماعية التي جمعتنا في المؤسسة التي كنا نشتغل فيها، وهي أعمال كثيرة وكثيرة جدا، بحيث أنني كنت مسؤولا عن الأنشطة الاجتماعية في هذه المؤسسة، وبفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذا الرجل، استطعنا أن نحقق مجموعة من الخدمات الاجتماعية للمستخدمين، وأهمها تطوير أو إنشاء ما يسمى بالمخيمات الصيفية الخاصة للقطاع الخاص. فهذا الرجل هو خدوم لجميع الجمعيات الثقافية والفنية وكذلك الرياضية، وأخص بالذكر هنا مجال كرة السلة. ولهذا فأنا شخصيا أعتبره من رواد الحي المحمدي الحقيقيين، أعتبره ذاكرة حية، ذاكرة بامتياز للحي المحمدي. شكرا لكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح والاستمرارية إن شاء الله، ودائما عاش عاش الحي المحمدي برجالته ونسائه وأطفاله وشيوخه. وشكرا لكم.